لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. أعلن المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني رحيله بشكل رسمي عن نادي أهلي جدة السعودي. وأكدت بعض المصادر أن المحطة القادمة للمدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني هي العودة لقيادة أحد الأندية الأفريقية في الموسم القادم. وعلى إثره طالبت جماهير فريق الوداد من سعد النصيري التعاقد مع بيتسو موسيماني في الموسم المقبل، وذلك لقيادة النادي خلفا للمدرب البلجيكي فان دين بروك، خاصة بعد خسارة نهائي عصبة الأبطال ضد نادي الأهلي. وأكدت جماهير فريق الوداد أن المدرب الجنوب أفريقي قادر على قيادة النادي نحو التتويج والمنافسة قاريا، وذلك راجع للخبرة الكبيرة لبيتسو موسيماني بعدما توج في مناسبتين بعصبة الأبطال. في المقابل طالبت فئة ثانية من جماهير فريق الوداد ببقاء المدرب البلجيكي فان دين بروك إلى جانب القيام بانتدابات مهمة في الانتقالات الصيفية القادمة، والتخلي عن بعض اللاعبين الذين تراجع مستواهم بشكل كبير في الموسم الحالي.